غبقة إلهام الإفضال تلفت الأنظار بفخامتها ورقصها، وأصبحت حديث الميديا. إلهام الإفضال النجمة الكويتية تجمع بين الأناقة والجاذبية في ظهورها الرائع. لا شك أنها تلقي الضوء على نفسها بأسلوبها الفريد وتألقها في الأحداث ومناسبات 1-2. في مسلسلها الجديد خواتي غناتي تجسد إلهام دور غيداء، والمسلسل يروي قصة 4 أخوات وأبي مقعد، حيث تولت الأخت الكبرى مهمة تربيتهم بعد وفاة والدهم 3. إلهام الإفضال تظهر بفخامة وأناقة في الأحداث، ورقصها يجذب الأنظار ويثير الجدل، لنستمتع جميعا بتألقها وإبداعها في عالم الفن. والإعلام نجم ساطع راقصة لونها فاتح برتي وبر. إلهام فضلة ممثلة كويتية دخلت الوسط الفني مطلع عام 2000، فحققت شهرة مبكرة مقارنة مع غيرها من النجمات اللواتي سبقنها في هذا المجال بأعوام. تنوعت أدوارها بين المسرح والتلفزيون، ووقفت فيها إلى جانب كبار نجوم الخليج لتحقق عددا من الجوائز خلال مسيرتها الفنية. تطور أداء إلهام الإفضال مع تغيير ملحوظ في شكلها، خاصة وأنها خسرت وزنا كبيرا خلال مسيرتها، لتنهال عليها عروض كثيرة للمشاركة في عدد من الأعمال الفنية. والاسم إلهام معانا أدللت كثيرة يمكن للتعرف عليها من خلال معنى اسم إلهام. الشهر أقوال إلهام لفضيلة النجومية برأيي هي التزام بالأخلاق والعمل، وقد ساهمت السوشيال ميديا في تعريف الجمهور بالشخصية الحقيقية لكل فنان عبر يومياته التي يبثها عبر هذه المواقع. إلهام الإفضال أنا أحرص على ممارسة جلد الذات كي أصل إلى المرحلة التي ترضي الجمهور. إلهام الإفضال أنا لست كوميدية بحتة، في أنا أجيد وأعشق كوميدي المواقف السوداء، لكنني أعترف بأنني لا أمتلك القدرة على ارتجال إفيهات ممن يقع الجمهور في أسرها. إلهام الإفضال إنجازات إلهام الإفضال بدأت إلهام الإفضال مشوارها لفني عام 2000 عبر مسرحية على بيبي يا شباب الكوميدية، شاركت فيها البطولة مع الفنان داود حسيني وحسن أجلام، وأدى نجاحها الكبير لحصولها في العام التالي على أدوار في 3 أعمال تلفزيونية هي لا يا عمر الزهوري الدرامي مع الفنانين غانم الصالح وانتصار الشراح، وديوان السبيل الكوميدي مع الفنان الراحل عبد الحسين عبد الرضا، وسر الحياة. حمل عام 2002 لإلهام عدة مشاريع أولها مسلسلي السرايات 2 العضب الدرامي من بطولة خالد فيسي، وعائلة أبيض وأسود الدرامي العائلي، حيث تكرر عملها مع غانم الصالح وانتصار الشراح، ثم ظهرت في مسرحية قناص خيطة والسندباد العائلية، وشاركت بعدها بدور ثانوي في المسلسل الدرامي 8 عمري من بطولة حياة الفهدي. عملت وفق عقد احتكاري لصالح سكوب سنتر للإنتاج الفني التي تعود ملكيتها للكاتبة فجر السعيد منذ عام 2003، فظهرت في مسلسلات عدة هي الحيالة الكوميدي، والخطر معه جيم 3، والحريم الدرامي من بطولة وتأليف حياة الفهدي. ثم شاركت عام 2004 في مسرحية سابق وتالي ومسلسل دنيا القوي. عملت في عام 2005 بمسلسل رحلة انتظار من بطولة غازي حسين، ومسرحية شهر عسل بصل الكوميدية من بطولة في عبده، و1+1 من بطولة بثينة الرئيسية. أدت عام 2006 دورا رئيسيا في المسلسلين الدراميين أحلام لا تعرف الدموع والإمبراطورة، ثم في مسرحية نيولوك تلتها مسرحية وادي الأمان في العام التالي. كما شاركت في 3 أعمال تلفزيونية هي تاكسي تحت الطلب الكوميدي، وزهور عمري، وعزف الدموع الدرامي العائلي. كان عام 2008 مزدحما بالأعمال الدرامية بالنسبة لإلهام الإفضال التي ظهرت في مسلسلات عائلتي وعيون الحب الدرامي من بطولة هدى حسيني وجاسم النبهان، ومسك وعنبر ولهوب وعيني عليك، وقص حظوظي الكوميدي، منهية العام ببطولة المسرحية الاستعراضية أولى أول، لينتهي معه عقدها مع شركة سكوب سنتر للإنتاج الفني، الأمر الذي مكنها من توسيع أعمالها. كما نالت جائزة أفضل ممثلة من مهرجان المميزون في الإبداع التلفزيوني الكويتي. عملت في عام 2009 في مسلسلي الحب الكبير الدرامي بدور رئيسي وموزة ولوزة، تلتها بطولة مسرحية مدينة الظلام. وظهرت إلهام في عام 2010 بمسلسلات
زوار الخميس الدرامي الكوميدي، ورصاصة رحمة، وأميمة في دار الأيتام، والتي نالت عنه جائزة أفضل ممثلة من مهرجان الكويت للتميز الإبداعي، مشاركة فيه البطولة مع الفنانة هدى حسين. كما شاركت في مسلسل حيتان وذئاب، وفي المسرحية العائلية 5 خوات وصياد. قدمت أول برمجها التلفزية والمتخصص بالطبخ في عام 2011 بعنوان مطبخ إلهام، وشاركت أثناء تقديمه بمسرحية الزوجة يريد تغيير المدام الكوميدية، إضافة لعدد من المسلسلات منها بو كريم برقبته 7 حريم، وباب الفرج الكوميدي مع الفنان علي جمعة. وفرصة ثانية التي نالت عنه جائزة أفضل ممثلة وعلمني كيف أنساك الدراميين. شاركت إلهام عام 2012 بطولة مسلسل 10 عمر مع هدى الخطيب وكنة الشام وكنين الشامية، والتي نالت عن أدائها فيه جائزة أفضل ممثلة، إضافة لمسلسل هجر الحبيب مع بثينة الرئيسي، ومسرحية قلعة الساحر، وأحلام وطن. تلتها بطولة مسرحية مصنع الكاكاو في عام 2013. ثم شاركت في عدة مسلسلات هي سوق الحريم الدرامي الكوميدي، وبركان ناعم، وإلين اليوم، وجار القمر بدور البطولة. حمل 2014 للفنانة إلهام بطولة 3 مسلسلات هي العفور، وأشوفكم على خير، ومسكنك يوفي. تلتها مسرحية ستاند بأين في العام التالي. ثم بطولة مسلسل جرح القلوب الرومانسي إلى جانب خالد أمين، ومسلسل بنات الروضة الكوميدي، وصديقاتي العزيزات. شاركت بعدها في بطولة الجزء الثاني لمسرحية مصنع الكاكاو عام 2016، وسداسيات روح روحي الدرامية، ومسلسلي المسافات لدرامي المشوق، حيث تكررت فيه مشاركته البطولة مع حسين المنصور، واو أبو بهلولة لإذاعي.